السلام عليكم. معكم محمد عبد القادر. احنا النهارده في وادي نطرون. ماشي يا باشا، صلوا على النبي قبل اي شيء، واللي مش مشترك في القناة يشترك، اشتراك مش اجباري. احنا في وادي نطرون بنصور 5 فدادين مزروعين سفندي مركت. خمس فدادين بسم الله ما شاء الله، حاجة فوق الممتاز. وده الفول، ده زارع فول الخطوط، وده المركت حاجة بسم الله ما شاء الله. ومعروف المركت تصدير. الارض البير مشترك، بير المية مشترك. ودي الحيطان بتاعت التسميد، الراجل لسه عاملها، عامل بيقول لي 3 حيطان عشان الشغل القديم البراميل والحاجات دي مش هينفع. بينحط الخرطوم ورشاش في الحوض وبياخد يمين وشمال. ارض بسم الله ما شاء الله مش محتاجة اي حاجة خالص. بالنسبة للمية مشتركة. البير مرخصين البير لسه من قريب، ومتجمعين مجموعة مع بعض عشان يدفعوا فلوس الكهرباء ويوصلوا الكهرباء مع بعض. يعني الكهرباء احتمال 2 أو 3 شهور هيكون موجودة فيها كهرباء بإذن الله. هي شغالة دلوقتي حاليا ديزل، بس أرض بسم الله ما شاء الله تزرع كل حاجة، مية محترمة، الزراعات اللي انت عاوزها كلها، مفيش أي مشاكل. كان نفسي اصورها والفول لسه اخضر عشان تشوفوا المحصول شكله ازاي. مطلوب 700,000 في الفدان الواحد، 700,000 للفدان الواحد. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت تدعمونا باللايكات، ما تبخلوش علينا. واي حد عاوز مساحات اكبر، ده الخزان التاني والخزان التالت هناك. متاح معانا المساحات اللي انت عاوزها كلها ان شاء الله. وفي 20 فدان برضو يعتبر بينك وبينه خط الجوزرين اللي احنا فيه. 20 فدان للبيع. هنعدي عشان ايه نديهم لكم صورة كده على السريع. بسم الله. دول 20 فدان مستصلحين وحاجة بسم الله ما شاء الله. والراجل شغال بيعمل الشبكة بتاعته وبيظبط في الأرض. دول 20 فدان على 550,000 للفدان. وهتبقى برضو المية والكهرباء مشتركة مع ال5 فدان. طبعا الطوب برا سعر الفدان اهو، ده الطوب ده كله برا سعر الفدان. 550,000 للفدان. عاوز تاخد 10 فدادين ماشي، عاوز تاخد 20 ماشي. برضو الراجل بيبيع عشان الطوب اللي هو منزله ده كان هيعمل عنبر فراخ، برضو عشان تبقوا عارفين.
كان يعمل عنبر فراخ، لقى عنبر جنبه بينه وبين العنبر 600 متر، مش هينفع، فهو بيبيع عشان كده. لو باع 10 هيزرع ال10 التانيين عنب، لو باع ال20 حلال علي اشتروا ومش هيندم. حاجة بسم الله ما شاء الله. 20 فدان على 550 ألف للفدان الواحد. ودول ال5 فدين اللي احنا بنصور فيهم وبنتكلم عليهم. زراعة بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له ويبارك لصاحب الأرض. المية برضو عشان في ناس كتيرة بتقول لك المية الشرك ظروفها ازاي والكلام ده. المية متوفرة، وقت ما زراعتك بتعوز مية بتاخد ميتك، مفيش اي مشاكل. اليوم 24 ساعة، مستحيل يعني تاخد 3-4 ساعات، ان هي فتحتين 2.5 و2.5، يعني 3-4 ساعات هتكون مخلص الري. وفيها استراحة برضو هنصورها لكم بس من بره، عشان ايه الناس اصحاب الارض طبعا قاعد باسرته. الارض على مشاية، جنب منك العنب وجنب منك الزراعات بسم الله ما شاء الله. مانجا، عنب، الحد في الحد، من هنا ومن هنا عنب مانجا، حاجة بسم الله ما شاء الله. اللي هياخد الارض دي من غير حلفان مش هيندم. نزرعها بسم الله ما شاء الله، والسفندي المركت معروف سعره. حاجة بسم الله ما شاء الله، وربنا يبارك له ويكرمه. قلنا البير مشترك، الكهرباء بيجمعوا دلوقتي مع بعض عشان يوصلوا كهرباء قريبة منهم مش بعيد. مطلوب 700 ألف في الفدان الواحد. أرض ملك نهائي، محافظة البحيرة. العنب اللي جنبنا عنب تصدير متغطي، ودي المشاية بتاعت الأرض اللي احنا فيها، وده ليمون، وده العنب التصدير اللي هو برا عشان نعرف نطلع من المشاية. والبيت ده بسم الله ما شاء الله، وهو دلوقتي بيطلع في الفول برا عشان يضم الفول. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوناش باللايكات، واللي مشترك في القناة يشترك. اشتراك مش اجباري، بقولها كل مرة، وعلى فكرة ما فيش حد بيشترك، وانا مش عارف زعلانين مني ولا ايه. شكرا.